روي في الأثر عن جابر ابن عبد الله إن أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. أم ملدم كناية عن الحمى، يعني بيتقال ألدمت عليه الحمى يعني دامت، وقيل من لدمه يعني لطمه وضربه. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا إليه ذلك فقال: ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون طهور لكم. قالوا: أو تفعله؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. في الأثر ده جابر ابن عبد الله بيقول إن الحمى أتت سيدنا محمد وصورت له على شكل إنسان، وكانت بتسأله إن هي تدخل المدينة، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمرها إن هي تروح لأهل قباء. فلما أصابتهم الحمى تعبوا منها جدا وراحوا لسيدنا محمد يشتكوا ليه من الحمى، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خيرهم إن هو يدعي ليهم وربنا يشفيهم منها، أو إن هي تفضل موجودة وتكون تطهير لذنوبهم، لكن هم اختاروا إن هي تفضل موجودة عشان تطهير الذنوب. الأثر ده بيثبت إن الأمراض ابتلاء من الله وإن هي بتكفر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى جعل الابتلاء بالأمراض كفارات للذنوب، يعني خلي بالك كل حاجة بإذن ربنا، حتى دور البرد اللي عندك ده جندي من جنود ربنا داخل بأمره سبحانه وتعالى يؤدي مهمته، ينقي وبعد كده يمشي. عشان كده هنفهم لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب فقال لها: ما لك تزفزفين، يعني ترتعش من شدة الحمى. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يعني الحمى بتنقي الإنسان من الذنوب والخطايا زي ما النار بينقي الحديد، والحمى بتنقي الإنسان. عشان كده لما يجيلك برد أو حمى بتكون متضايق وتعبان، لكن سيدنا محمد علمنا إن المرض مش شر، بيكون رحمة وتطهير من ربنا سبحانه وتعالى. في الجزء التاني هنفهم معجزة الجسم وقت المرض. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك.